ناس السفر او العوده من الدول دهيت. وكذلك بالنسبه لانفلونزا الطيور برضو لم يتم رصد اي حاله في جمهوريه مصر العربيه، باستثناء اخر حاله كانت في ابريل من سنه 2013. وحتى الان جميع الفيروسات اللي بتعزل هي الانفلونزا الموسميه H1N1 او H3، ولم يتم رصد H5 اللي هي انفلونزا الطيور حتى الان. تمام، يعني حضرتك بتنفي نفي تام موضوع الكورونا ده. مش ايوه يا الكورونا فندم. ده اللي كان منتشر في السعوديه تقريبا الفتره ايوه الاخيره؟ يا فندم، وحتى مع عودة الحجاج وكده عملنا فحوصات كاملة وكده علشان خاطر نضمن انه ما يكونش في اي حاجة جت من بره، والحمد لله حتى الان لم تسجل حالة واحدة تمام، يعني حضرتك في دول. تاكيدا انه اصلا ما كانش موجود قبل كده، لم ترصد اي حاله سابقا في مصر في مصر الكورونا ابدا. هو خالص. فقط 11 دولة على مستوى العالم، اه، مش منهم مصر. مش واي حد مسافر لاي دوله فيها اصابه بالكورونا بياخد المصل الخاص بيها من هنا، ولا بيبقى فيه ايه؟ لا يا فندم، احنا بنشوف القادمين من هذه الدول، بنفحصهم لو عندهم اي اعراض علشان مم. خاطر نضمن ان هم ما عندهمش الفيروس. هو في دول عربيه منتشر فيها اه طبعا يا فندم، اه طبعا السعوديه تقريبا؟ الفيروس سجل في المملكة العربية السعودية، وسجل في المملكة الأردنية، وسجل في دولة الإمارات. ويعني احنا بنتابع بمنتهى الدقة الناس اللي بتيجي من هذه الدول. دكتور احمد كامل، انا بشكرك يا دكتور، يعني الحقيقه من الناس المتحدثين